ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الشريك، المنجقونة، البنبوني، الكفلة، هي كلها اسماء للمخبوزات اللطيفة دي اللي بتتعمل عندنا في محافظات كتير جدا في مصر بأسماء مختلفة، لكن الطريقة واحدة. هنعملها بطريقة اقتصادية جدا النهاردة. تعالوا نشوف المقادير. في بولة هنحط فيها نص كوباية من المية الدافية، وهنضيف معلقة من السكر، 15 جرام من الخميرة. كمان هنضيف دقيق زي ما تعودنا ان احنا نعمل الخميرة الاول. بنضيف دقيق. هنضيف زي ما احنا شايفين كده على المكونات معلقتين من الدقيق، وهنبتدي نقلب كل ده كويس جدا مع بعض لغاية لما يختلطوا والسكر يدوب والدقيق يختفي، ونسيبها طبعا شوية علشان تخمر. زي ما انتوا شايفين كده بنقلبها بمضرب سلك، نقلب كل المكونات كويس لغاية لما تختلط كويس مع بعض. طبعا العجينة دي المفروض ان هي بيتضاف لها بيض، ممكن يتضاف لها قطعة من الزبدة، بتتعمل ممكن تتعجن باللبن. انا هعملها النهاردة بطريقة اقتصادية لكن هتطلع هشة جدا. هنجيب بقى في العجان نص كيلو من الدقيق، هنضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 70 جرام من السكر، 50 ملي من الزيت، وهنضيف عليهم هنخلطهم الأول كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم الخميرة. زي ما انتم شايفين كده انا هعجنها طبعا بدون اللبن. عايزه اقول لكم الدقيق ده متضاف عليه معلقتين من اللبن الباودر. طبعا ممكن نستغنى عنهم ونعجن بلبن، لكن علشان انا هعجن بالمية فضفت معلقتين اللبن الباودر. طيب ايه تاني ممكن بديل؟ ممكن نضيف معلقتين من الزبادي ونعجن برضو بمية. انا بقول لكم كل الامكانيات اللي انتم ممكن تعملوها او الحاجات اللي ممكن تبدلوها علشان يبقى الموضوع سهل. كده العجينة الخميرة عندنا اختمرت، هنضيفها على الدقيق ونبتدي نعجن المكونات كلها مع بعض في العجان، وممكن تعجنيها عادي جدا على ايدك. عايزة اقولك نص كيلو دقيق هيطلع معاكي كمية كويسة جدا، وهتبقى هشة وطرية جدا وفي منتهى الجمال. طبعا هو المفروض ان العجينة بيتضاف لها بيض وبتتعجن باللبن، لكن احنا ممكن نستغنى عن البيض ونعجنها بمية عادي لو احنا ضفنا لبن باودر او زبادي. ولو ما ضفناش ممكن نعجن ميكس بين المية واللبن علشان خاطر يكون طعمها كويس. هنبتدي نعجن كده ونضيف المية شوية شوية لغاية ما تتكون معايا عجينة. زي ما انتوا شايفين كده انا بضيف المية شوية شوية. انا مسرعة بس الجزء ده علشان خاطر ما ناخدش وقت في موضوع العجن. طبعا احنا عجننا مع بعض قبل كده كذا مرة العجينة على ايدينا. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى عجينة طرية وفيها تلزيقة بسيطة. بنبتدي نلمها ونحطها في بولة مدهونة بالزيت، ونسيبها تخمر. انا هوريكم العجينة دلوقتي شكلها عامل ازاي. بتكون بالشكل ده كده. بحطها في بولة وبدهنها زيت وببتدي اغطيها واسيبها في مكان دافي تخمر زي ما تاخد وقت 40 دقيقة، ساعة، ساعة وربع. اهم حاجة ان المقدار دوت يتضاعف حجمه، لان طبعا احنا بنراعي درجة الحرارة بتختلف من مكان لمكان وحسب التدفية. انا هوريكم دلوقتي طريقة تقدروا تعملوا بيها تدفية للعجينة تسرع معاكم ان الخميرة تخمر بسرعة، وهقول لكم ازاي. طبعا انا هنا حطيت ستريتش راب وغطيتها بالفوطة بتاعة المخصصة بتاعتنا بتاعة العجين. هنجيب بولة اصغر شوية من البولة اللي حاطين فيها العجين، وهنضيف فيها مية سخنة. دي هنضيفها تحت البولة اللي فيها العجينة اللي احنا حاطينها، ونسيبها. دي بتخلي الجو أدفى أو بتدي درجة حرارة بتخمر على البخار اللي بيطلع بالشكل ده كده. أنا كده حطيت البولة تحت اللي فيها المية السخنة، وحطيت فوق منها العجينة ومتغطية بالاسترتش راب، وهغطيها بالفوطة. شايفين الطريقة دي؟ يعني في الشتاء بتبقى أفضل طريقة إن احنا نسرع بيها
التخمير يعني عشان نخمر وفي نفس الوقت، لكن اهم حاجة المية ما تلمس الطبق اللي او البولة اللي فيها العجينة. احنا محتاجين البخار بس، ونسيبها كده، وبعد كده نلاقيها خمرت بالشكل ده. تعالوا بقى نشتغل ونشوف طريقة التشكيل هتبقى ازاي. عامله لكم اشكال حلوة جدا ولطيفة، وهتطلع معاكم هشة جدا. نبتدي بقى نشيل كده البولة دي، خلاص مش عايزينها، ونبتدي نشتغل في العجينة. اهم حاجة ان احنا نستخدم دقيق يكون زي ما اتفقنا دايما ان هو يكون دقيق لجميع الاستخدامات او لجميع الاستعمالات، بيكون مكتوب عليه كده. والخميرة نختبرها الاول عشان خاطر نضمن ان العجينة بتاعتنا هتخمر، وما فيش داعي ان احنا يعني ده اختبار بسيط احنا بنعمله في الاول. اللي هو السكر والمية الدافية والخميرة. لقينا الخميرة خمرت معانا، بنبتدي نجهز باقي العجين علشان ما نخسرش المكونات الباقية بتاعة العجين. لو لقينا الخميرة مش شغالة طبعا بنبتدي نشتغل بخميرة جديدة. انا قطعتهم كرات كده صغيرة، العجينة كلها اللي هي مقدار نص كيلو، وهنبتدي نفردها رول كده رفيع زي ما انتوا شايفين كده. انا هوريكم طريقتين نلف بيهم الشريك او البونبوني او المانجاونا او الكفلة، زي ما في اي بلد بتقولوا عليها. بصوا احنا هنعملها كده بالشكل ده، ونخليها رفيعة علشان تبقى فيها اكتر من طبقة وتدينا طعم حلو، ما تبقاش مكتومة معانا. هنبتدي نلف كده، بصوا بمنتهى البساطة، وبعد كده نمسك الطرف التاني ونعمله بالشكل ده. واخر جزء خالص بندخل الطرف لتحت علشان ما يتفتحش مننا لما تيجي تخمر. بيكون شكلها بالمنظر اللطيف ده. بنبتدي نحطها في صينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت، وبنسيبها تخمر. طبعا احنا بنعمل المقدار كله. هوريكم برضو عملناها تاني ازاي. بنلفها كده بمنتهى البساطة خالص. عايزة اقولكم عجينة سهلة جدا ولذيذة وسلسة جدا في الشغل. آه، بصوا الطرف ده بقى بندخله تحت كده، وبتبقى بالشكل ده. كده احنا كملنا الصينية. حتى ممكن نعمل بقى الحجم اكبر الحجم اصغر زي ما احنا عايزين. انا بحب الحجم ده، انا بشوف بالنسبة لي ان هو كويس، لكن طبعا حسب راحتكم. تعالوا بقى اوريكم شكل تاني كنا بنعمله زمان، او ماما كانت بتعمله لنا زمان. كان اسمه تليفونات. هي شبه سماعة التليفون القديمة كده بتاعت زمان. بنلف من طرف في اتجاه، والاتجاه التاني بنلف عكس. شايفين؟ يعني مش بنلف من ناحية واحدة، بنلف من ناحيتين. ناحية في الاتجاه ده، والناحية التانية بنلفها عكس الاتجاه لغاية لما يبقى شكلها كده شبه شبه سماعة التليفون القديمة بتاعت زمان. دي كانت حاجة من المخبوزات يعني، أو كنا بنسميها تليفونات. شايفين كده؟ أنا هنا بوضحها لكم مرة تانية. ادي كده اتجاه كده بنلفها بالشكل ده، والناحية التانية بنلفها العكس. بتدينا شكل لطيف قوي والله في الآخر. يعني عايزة أقولكم لما بتتخبز وبتستوي بيبقى شكلها لطيف جدا. أعتقد كده واضحة. أيوة بالظبط كده. وبنرصها في صينية. برضو بصوا شكلهم بقى لطيف ازاي. بعد ما بتخمر طبعا بندهن الوش ببيضة مضروبة بمعلقة من اللبن أو معلقتين من اللبن، وعليهم معلقة من الفانيلا. وبنبتدي ندهنهم كده بالفرشة بالراحة خالص، عشان يعني الخمور بتاع العجين ما يروحش. ونرش عليهم من فوق بشويش جدا رشة من السكر السنترافيش. بيديها طعم طبعا حلو بمنتهى البساطة كده. رشة كده بس يعني نحاول على قد ما نقدر ان هو ما يجيش في الصينية علشان ما يتحرقش ويتكرمل مننا في الفرن. كده هي خلاص خمرت. بنبتدي ندخلها على فرن درجة حرارة. بصوا بقى تليفونات لما خمرت لزقوا في بعضهم. انا مكنتش متوقعة ان هم يبقوا كده. فلازم نخلي بقى في مسافات شوية، لان انا لما عملتهم كده لقيتهم بصراحة بعد ما اتخبزوا كانوا لزقوا في بعض خالص، وما كانش في يعني مسافة ما بينهم. بعد كده هنبتدي ندخلهم على فرن درجة حرارة 180 لغاية 200 بالنسبة لنا يبقى كويس جدا، ويطلع معانا بالشكل اللطيف ده. أول ما بتطلع بنرشها ببخاخ مية ونغطيها علشان تفضل طرية معانا وتدينا لمعة حلوة.
زي ما انتم شايفين كده بخاخ مية دي لازم في كل المخبوزات، اي مخبوزات عايزاها تبقى طرية معاكي لازم بعد ما تخرج من الفرن مباشرة نرشها بخاخ مية ونغطيها بفوطة مطبخ نضيفة. ولو عايزة تفرزيها في الفريزر بعد ما تبرد خالص تبتدي تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، ولما تحبي تطلعيها تحطيها في الميكروويف او في الفرن هتبقى معاكي كأنها لسه طازة. بصوا بقى التليفونات طلع شكلها حلو ازاي والسكر قد ايه شكله بيلمع وجميل. بنديله برضه بنرشها برضه ببخاخ مية كده اول ما بتخرج من الفرن ونغطيها. وبعد كده هوريكم بقى شكلها بقى عامل ازاي. عايزه اقولكم شكلهم حلو جدا ريحتهم حلوه قوي. نص كيلو دقيق عمل كميه حلوه جدا 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 من عجينه بسيطه بمقادير بسيطه اقتصاديه، تنفع في الفطار مع الشاي بلبن او في الوقت العشاء او في اي وقت. عايزه اقولكم فعلا جميله وريحتها كانت رائعه. بصوا دي بقى لما طلعتها كانت الصينية كلها ماسكة في بعضها زي ما انتوا شايفين كده، فانا طلعتها بقى كلها من الصينية. بس كان شكلهم بصراحة كان جميل قوي. وده اللي احنا عملناها اللي هي القطع اللي احنا عملناها الاولانية الشريك اللي عملناه الاولاني. والسكر بيكون عليهم بالشكل ده. ودي الكمية اللي عملتها من نص كيلو دقيق بس. يعني اعتقد في ظل الظروف اللي احنا فيها واسعار المخبوزات بقت غالية جدا ممكن نقدر نعمل حاجات بسيطة في البيت متكلفناش اي حاجة. بشوية مجهود بسيط نقدر نعمل حاجة حلوة. يعني اتمنى يعني انها تكون عجبتكم الوصفات المخبوزات، تكون بتعجبكم. بحاول على قد ما اقدر اعمل حاجة تكون اقتصادية وموفرة في نفس الوقت وفي نفس الوقت تكون حاجة كويسة وطعمها حلو وعجينة هشة ولذيذة. يعني زي ما انتوا شايفين كده ده شكل التليفونات. بصوا بقى هوريكم شكل بصوا هشة جدا جدا. طبعا التخمير الصح الدقيق المظبوط الخميرة الكويسة التخمير بعد ما بنقطع العجينة، رشة المية أو بخاخ المية بعد الخبز وتغطية العجين كل دي حاجات مهمة جدا جدا جدا. بصوا بتخلي العجينة هشة وطرية وتخلي العجاين تنجح معاكي. شغل العجين مش صعب، العجين سهل جدا وسهل ان احنا نعمله بمنتهى البساطة. ويطلع معانا ممتاز جدا لو اتبعنا المقادير والتكنيك بتاعه الصح. بصوا قد ايه لطيفة وجميلة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وهسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. دي كانت وصفتنا النهاردة. الشريك او المنجقونة انا بحب بصراحة اقول عليه بونبوني. اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم في وصفة جديدة وفان فود. باي باي.